مساء الخير والفل على حضراتكم في كل مكان. اسأل طبيبك وحلقة جديدة. عندنا فقرتين مهمين النهاردة. الفقرة الأولى هنبدأها عن شيء أساسي ومهم الناس كتير قوي، الأسنان ومشاكل الأسنان المختلفة. أي واحدة أو أي واحد بيبقى عندها مشكلة أو عنده مشكلة في أسنانهم، ده بيسبب لهم إحراج جامد قوي، وبنلاقي في بعض الأحيان ناس ما بترضاش تضحك او بتتكسف ان هي تضحك علشان ما يبانش العيوب اللي في اسنانها، خاصه لما تبقى في الاسنان في الفك العلوي او الاسنان العلويه. بعض الاحيان ما بيرضوش يضحكوا، وفي احيان تانية بيحطوا ايديهم على بقهم، بيبقى احراج جامد قوي. وبعدين في ناس بتظن انه ما فيش حلول او ما فيش علاج للموضوع ده، في حين انه التكنولوجيا اتطورت بشكل كبير وبقى في حلول سريعه ومرضيه وجميله لموضوع مشاكل الاسنان وخاصه الفك العلوي من الفم. هنناقش النهارده موضوع علاج الاسنان وازاي نجملها ونحسنها ونبتسم عشان ننبسط وابتسامتنا تبقى اجمل ابتسامه في الدنيا، مع ضيفنا اللي معانا النهارده في فقرتنا الاولى دكتور شادي علي حسين، مدرس علاج الجذور في كليه طب الاسنان جامعه عين شمس ودكتوراه علاج الجذور جامعه عين شمس، وزميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان، والمدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي، وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، ونائب رئيس الجمعيه العربيه لطب الاسنان الدقيق. اهلا بيك دكتور شادي. دكتور شادي، اعتقد انه المشاكل اللي ممكن تصيب الاسنان وخاصه الفك العلوي من اعوجاج بقى او في فروقات او تشوهات في الاسنان ممكن تصيب ناس كتير بالخجل والاحراج، صح ولا غلط؟ اكيد. هي دايما الحقيقه الناس ما بتبقاش عارفه امتى تروح لدكتور السنان او ايه اللي ليه علاج وايه اللي ملوش علاج. دايما ساعات مثلا حد يبقى عنده تشوه زي ما انت قلتي كده في سنه، يبقى عنده سنه شكلها مش حلو، ممكن تبقى حاجه بسيطه جدا، يبقى سنه ولا سنتين ولا 3 سنين، حاجه في وسط السنان، يبتدي يبقى ده مسبب له مضايقه نفسيه جدا، ويبتدي ما يبقاش فاهم الفرق ما بين ان انا عندي اعوجاج السنه اتجاهها معوج او ان السنه شكلها او لونها مش عاجبه. تمام. فاتجاهها معوج دي بيبقى حلها ممكن التقويم. انما شكلها مش عاجبني او لونها مش عاجبني، في الحاله دي لازم ان انا اغير شكل السنه دي. فدايما بيبقى زي ما اتفقنا قبل كده يمكن في الحلقه اللي فاتت ان انا عندي نوعين من التجميل. النوع ان انا اعمل اكستريم ميك اوفر زي الحلقه اللي شفناها المره اللي فاتت من البنوته اللي عملنا لها كل السنان الفوقانيه، او ان انا يبقى عندي سنه او سنتين فيهم مشكله. في الحاله دي دايما معظم الحلول او المرضى الحلول اللي بتطرح على المرضى ان هو يعمل فك بحاله او يعمل مجموعه السنان كلها اللي موجوده علشان خاطر يقدر يحل المشكله دي. دلوقتي لا، احنا بنقول لهم لا، دلوقتي التكنولوجيا اتطورت، انا ممكن ان انا اعمل سنه او سنتين من غير ما يبان ان احنا عاملين حاجه خالص من خلال خطوات تكنولوجيه معينه بنمر بيها. هو فعلا في ناس ما بتبقاش عايزه تعمل الفك كله، مش محتاجه ان هي تعمل الفك كله، هي عندها سنه او سنتين. طيب خلينا نشوف او نعرف الحاجات بقى البسيطه اللي بتواجه الناس والمشاكل دي ازاي ممكن يكون حلها يا دكتور، خاصه انت بتقول سنه لو سنه او سنتين، لو في فرق مثلا بين سنتين بالظبط نعالجهم ازاي؟ فهو دايما العلاج بيبقى عن طريق ان احنا بندرس الحاله على اشعه مقطعيه. ابتدي زي ما اتفقنا في خطواتنا في العلاج، ابتدي بعد كده ان انا احضر السنان واللثه، احضر اللثه الاول بالليزر، احضر السنان بالميكروسكوب، وابتدي نصمم بالكمبيوتر، ونبتدي بعد كده نقعد بقى لما يطلع لنا الكمبيوتر البورسلين النقي ده نقعد نلونه ونفنشه ونلزقه، ويبقى عندنا حاجه واو النو تايم، يعني في ساعه ممكن الشخص السنتين دول يخلصوا في ساعه، في قاعده كده يروح في مره يقعد مع الدكتور يخلص ساعه، شكل حياته بيتغير خالص. طب احنا كان عندنا حاله او تقرير تقريبا لحاله قد ايه الموضوع بسيط وقد ايه ما اخدش وقت والنتيجه كانت مذهله. احنا التقرير هيجهز معانا وهنروح نشوف التقرير مع الساده المشاهدين. جاهز معانا التقرير؟ يلا نروح نشوف التقرير. مشكلتي هي السنتين اللي قدام، ان هما بيضايقوني في ضحكتي، مش بعرف اضحك كويس، شكلهم مغير خالص شكلي، بس حبيت ان انا اعمل حاجه جديده في شكلي. كان في كذا فكره لتقويم البرد، الحاجات دي كلها وانا رافضاها تماما. اتفرجت على حلقات دكتور شادي وعجبتني جدا، وعجبني فكره ان هو بيذيع الحلقات لايف وبيشتغل شغله لايف، مش زي الناس التانية ان هي بتجيب صور وتركيبات وحاجات تانية مختلفة. فقررت اشارك في الحلقات واتواصل مع المركز واتابع مع دكتور شادي.